ازيكم يا رجاله؟ ونصايح الجوله الكام؟ الو، دي الجوله الكام؟ ال16؟ هما ال15 عدوا بسرعه قوي كده ليه؟ بشرب ايه يا صاحبي؟ انا بشرب ميه مش بشرب حاجه، يعني في ايه؟ ماشي يا صاحبي، يعني احنا عشنا 15 جوله. كل الناس اللي بتلعب فانتسي نركز بالله عليكم. قال لك ده مجنون الكوري يا عم. لا انا هصعد ازاي الكاس؟ يعني انا هصعد حسن سير وسلوك ونشتري مانيو صلاح هيتقلق فيرمينيو. لكل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم ونصايح الجوله ال16. طيب نصايح الجوله ال16 هل بتفرق عن الجوله ال15 او ال14؟ اقسم بالله ما بتفرق حاجه، احنا بنقري بس. تمام؟ فعشان تبقى انت حاطط في دماغك كده، لو معاك تشكيل يا معلم حاول يعني ما تبدلش كتير قوي، يعني حاول ما تبقاش جهبذ وتعمل سوالب كتير قوي، لان اقسم بالله هتخسر في الاخر. تمام؟ خلينا نبدأ بحراسة المرمى ونشوف حارس مرمى عنده ايدين بيعرف يقف جون، لان مفيش حارس مرمى بيعمل كلين شيت. يعني انا جبت الواد اللي هو سام مرسي، سام جونستون، يعني مش عارف جونستون ده بيفكرني بالكرواسون والحاجات دي. انا جبت سام بتنجان. سام انا جايبه بالظبط من 4 جولات. عمل ايه بقى كابتن سام؟ بص معايا، قابل ايفرتون جاب نقطة، بعديها قابل لوتون جاب نقطة، بعد كده قابل ويست هام جاب نقطتين، قابل برايتون قابل بورنموث جاب نقطة. فيعني بالصلاة على النبي ده لو مبيض محرم وقفه، يعني ماسك بسكينة المعجون وواقف بيهم في الجون، يعني هيعمل ارقام احسن من كده. والمفروض ان انا جايبه علشان دي الجولات بتاعته السهله، يعني دي الجولات السهله، وكنت عامل حسابي بقى ابيعه دلوقتي علشان هيقابل ليفربول والسيتي وبرايتون اللي هو ماتشات بعون الله. انا مش يعني لما بتقابل لوتون بتجيب 1، لما تقابل ليفربول والسيتي هتجيب سالب كام؟ فانا مش عارف الصراحه. فانت لو عندك حارس مرمى عنده ايدين وقفه. طيب بتفضل مين يا عم عبد الله للجوله دي حارس مرمى؟ هو حارس مرمى تشيلسي كابتن سانشيز. تمام؟ حارس كويس وفي المتناول والدنيا معاه كويسه، وماتشاتهم الجايه كويسه، هيقابلوا ايفرتون، بعد كده شيفيلد، بعد كده الذئاب، فماتشاتهم حلوه وسعره مش غالي 4.6. تشيلسي ماتشاتها الجايه كويسه شويه، فده بالنسبه لي كويس. طيب هل كابتن اريولا هيلعب؟ هيلعب بنسبه كبيره، وكابتن اليسون كمان رجع من الاصابه وبنسبه كبيره برضه هيقف جون. فعلشان لو معاك بقى بديل اليسون، معاك بتنجان، معاك اريولا وقفه. بص يا صاحبي، مش هتكلم عن حراسه المرمى اكتر من كده. سانشيز. الدفاع يا صاحبي هو بيتمركز في 3 لعيبه زي ما قلت من اول السنه، وانا ما بحبش ازود عن 3 لعيبه، لان ال3 لعيبه اصلا ما بيعملوش كلين شيت. انت بتلاقي نقطهم 1-0-1 2-1-1، يعني في الافريج ده. يعني انا ما شفتش لاعب عندي عمل لي كلين شيت. تمام؟ فاصلا هم وحراسه المرمى انا نفسي يتلغوا، يتبدلوا مثلا بشاحن نوكيا سنه رفيع، لان عليا انما ما بيعملوا حاجه. بص بقى، يعني الدفاع حاول تشكل لي، اعمل لي تشكيله حلوه. واحد من ارسنال ارشح سليبه. تمام؟ وده هياخدنا ويرجعنا لنقطه بديل الزيت. ليه بقى؟ انا مش هجيب زينشينكو ابن الزينشينكو، مش هجيبه. تمام؟ فانا هجيب سليبه مكانه. حلو؟ انا مش هجيب مثلا واحد زي تريبير لانه سعره عالي قوي بالنسبه لي، وانا بالنسبه لي خط النص والهجوم اهم بكتير. فممكن اجيب لاس كلاس، ممكن اجيب حد تاني. فاهم عليا؟ فانا في الاول برشح لك لعيب من ارسنال وبرشح سليبه. طيب تاني واحد في الدفاع انا شايف تجيب حد من دفاع السيتي. ليه بقى من دفاع السيتي؟ لان عندهم ماتشين برضو كويسين. فانا شايف ووكر انسب واحد، عنده نزعه هجوميه ولا ما عندوش بقى، فهو براحته، وسعره برضو كويس، هو ما زادش قوي وبتاع 5.3، فالدنيا معاه كويسه. هيقابلوا لوتون وبعد كده كريستال بالاس. فانا اتمنى يعملوا قدام لوتون كلين شيت، فيبقى معانا سليبه
ومعانا ووكر اخر واحد. وبما ان قلنا ماتشات تشيلسي سهله فكله عمال يجري على كولويل، فانا شايف برضو لعيب بيلعب اساسي دلوقتي، سعره برضو مناسب، ماتشاتهم حلوه، سعره 4.5. ايفرتون، شيفيلد، الذئاب، يعني ماتشاتهم كويسه الى حد ما، فبعون الله يعملوا كلين شيت. انا مش عايز الثلاثه اللي معايا يعملوا كلين شيت، والله ما عايز، انا عايز واحد من الثلاثه بس يعمل كلين شيت، والله هبقى راضي. طبعا مش عايز اقول لك بعد ما قلت لك الدفاع والجون، يعني بعون الله تشيلسي هتتلب جون في اول 5 دقايق، وانا بقى اهو معايا حارس ومعايا مدافع منهم، اول 5 دقايق هيتلبوا جون، ضاع الكلين شيت بتاع الاثنين. بعد كده ارسنال مش فاهم اصلا ما بقوش يحافظوا على شباكهم ليه، فهتتلب جون، والسيتي بنسبه كبيره هتخسر حتى لو بتقابل لوتون عادي جدا، دي السيتي علشان انا جايب مدافعينهم. خط النص اذا ذكر صلاح من وانت مغمض كده، هيقابل مين مش هيقابل مين، لازم يبقى معاك صلاح. حتى ما تقلقش الجوله اللي فاتت يا عم عبد الله وطلعوا وبدلوا والكلام ده كله، انا بقول لك صلاح اسمع مني، صلاح مهما عمل هيفضل صلاح، هيفضل يجيب اجوان واسيستات، وهو اللي بعد هالاند على طول في ترتيب الهدافين، بعديهم سون. واذا ذكر صلاح برضو فذكر 2 بعدهم، سون وساكا. خلي سون دلوقتي وخلينا نتكلم على ساكا. ساكا من اللعيبه الكويسه جدا اللي اقل حاجه بتعملها لك هو اسيست، فما ينفعش ساكا ما يبقاش معاك، فانت ساكا وصلاح وسون ال3 دول يبقوا معاك بلس هالاند، يعني ال4 دول يبقوا معاك، ما تغيرهمش، غير الباقي زي ما انت عايز. ودي نصيحه بقولها للمره ال80,000 تقريبا، تمام؟ فانت يبقى معاك ساكا، شفت الماتش اللي فات عمل جون وبتاع، فالدنيا كانت لذيذه الصراحه. هو مجرد ما بيجيب جون وبياخد بونص وبتاع انت بقيت 10 نقط، فالدنيا حلوه، جاب جون جاب اسيست، اقل حاجه هتطلع منه 7-8 نقط، فانت لازم يبقى معاك ساكا. سون وكلام حوالينه كتير قوي ان هو في شك ان هو يلعب، وده الصراحه انا شايف بنسبه كبيره بامانه ربنا ان هو هيلعب، بس ده مش معناه ان انا هحطه دكه، لا انا هلعبه اساسي، اذ ربما تكون تكهنات من المدرب بتاعهم او يكون في شك او حاجه. حتى لو نزل من على الدكه لعب الشوط الثاني ممكن يخطف جون، ممكن يعمل حاجه. ماتشهم الى حد ما مش صعب قوي، هم يقابلوا نيوكاسل بس ماتشهم على ارضهم وهم خسرانين بقالهم فتره، فهيبقى عندهم نزعه هجوميه كبيره جدا ان هم يكسبوا. ليه برشح برضو سون او ليه بقول سون؟ لان بيقابلوا نيوكاسل، فهم في الماتشات اللي تعتبر كبيرة زي دي بيبقوا يعني تحس ان عددهم لازم يبقى متكامل، فاتوقع ان سون ان شاء الله بنسبة كبيرة هيلحق الماتش ده. الرابع معانا هو كابتن بون عبد المعبود سادة محوج، والصراحة الراجل يشكر، مع انه ماشي على سطر وبيسيب سطر زي العيل اللي في 3 ابتدائي، بس قشطة معلم عادي. بون الصراحة برضو من اللعيبة الكويسة قوي اللي بنسبة كبيرة بتخطف جون، بتعمل اسيست، بياخد بونص، وماتشاته كويسه. يعني هيقابل فولهام، الذئاب، بعد كده اليونايتد، تكابتنه بقى قدام اليونايتد بعون الله يعني. فيعني ماتشاته الى حد ما انا شايفها كويسه جدا، فحاول تفكر فيه شويه. اخر واحد وكنت ناوي ابدله الصراحه واجيب مكانه ستيرلينج، بس قلت لا، لان كابتن بالمرز يعني حلو في الشعر، بيدي شكل، بيدي اداء، جاب جون الصراحه قدام اليونايتد اللي هو السهل الممتنع، كرة ماشيه قدامك ببطء شديد جدا، رايحه في الزاويه البعيده، كانت صعبه جدا جدا على فكره. فهو لعيب الصراحه حلو، بيشوط ضربات جزاء، فالدنيا معاه كويسه. فانا شايف لا، نجيب كابتن بالمرز ونخليه معانا برضو الفتره دي لان ماتشاتهم كويسه. عايز تجيب ستيرلينج ده براحتك، بس انا بكلمك عن بديل الزيت، فانا شايف كابتن بالمرز وبديل الزيت يعني حاجه قمه الدهننه. خط الهجوم، واذا ذكر الهجوم ذكر هالاند، ومش هنهري في هالاند كتير، يعني انت عارف هالاند اصلا لو طلع ما طلعش برضو بنقط انت مش خسران على فكره. ليه بقى؟ لانه هو مع كل الناس، فانت يعني طلع بنقط انت مش كسبان برضو على فكره، لانه برضو مع كل الناس، فما حدش بيقل او بيعلى ترتيبه بسبب هالاند، عشان تبقى انت عارف. بس هالاند لازم يبقى معاك لانه مع الجميع
ولانه ماتشاته الجايه تعتبر كويسه، فانا كنت ساعات بفكر طب ليه ما اجيبش هالاند واجيب جنبه الفاريز، بس قلت لا، الطمع يقل ما جمع، وبلاش عشان لو بلانكو او حاجه ما يبقاش الاتنين مع بعض، فيبقى واحد بس كفايه قوي. هتجيب مين مكان الفاريز او هتجيب مين جنب هالاند؟ بالتحديد انا شايف ان انسب واحد في الفتره دي واللي عايز يرجع ويعمل كامباك جامده قوي هو كابتن خيسوس. كنت عايز اجيبه الصراحه من الجوله اللي فاتت، بس قلت لا بلاش واصبر عليه واشوف وهري والكلام ده كله، بالاخص ان هو راجع من اصابه وكده. بس الصراحه رجع اثبت لنا ان هو جامد، جاب جون واسيست وخد 3 بونص وكان خارب الدنيا. فانا شايف الصراحه خيسوس هيبدا يعلى جامد الفتره دي، بالاخص ان هو بيلعب اساسي، بيلعب على انكيتيا وبيلعب على ناس تانية كتير. فلا، خيسوس مهم جدا ومهم في الماتشات اللي جايه دي بالتحديد، لان ماتشاتهم الجايه مش سهله قوي. فانا شايف خيسوس لازم يبقى معاك. اختيارات الكابتنه هي في الجوله دي الصراحه صعبه، بس انا شايف انسب واحد لاختيار الكابتنه هو كابتن هالاند. ليه بقى؟ لان هيقابلوا لوتون، وهالاند في الماتشات دي بنسبه كبيره بيجيب هاتريك او بيجيب اقل حاجه جونين واسيست او اسيستين ومش عارف ايه، اقل حاجه هيحطوا جون او جونين علشان تبقى عارف يعني. فانت لازم تجيب هالاند، او لازم قصدي الكابتن هالاند. فدي الكابتنه المضمونه. تبعد عن مين في الكابتنه؟ الجوله دي ابعد عن صلاح في الكابتنه، ابعد عن صلاح ما تكابتنهوش. انا قلت لك اهو ابعد عن صلاح، لان استون فيرنا في ارضهم فريق اعوذ بالله يا اخي، بيبقى فريق منيل ب60 نيله. فيعني الماتش ده بيبقى ماتش منيل ب60 نيله، فبيخلص بنسبه كبيره يا 1-1 يا 1-0، اللي هو نتيجه بقمه البيبي الصراحه يعني. فحاول ابعد على قد ما تقدر عن صلاح في اختيارات الكابتنه وكابتن هالاند. وبكده يا شباب نبقى خلصنا فيديو النصايح، وباذن الله بكره الصبح هينزل فيديو ملخص خوازيق الجوله على الاقل، علشان ندي فرصه او مساحه للفيديو ده ان هو يتشاف. ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب، وخلينا نوصل لاكبر عدد ممكن. نفسي اقفل السنه بس اليوتيوب 50,000، نفسي. احنا وصلنا حاليا تقريبا 43,000. لو قفلنا 50,000 يا رجاله ده هنبقى جامدين قوي. شكرا ليكم يا رجاله، سلام. كل الناس اللي بتلعب فانتسي ركز بالله عليكم. هتشتري ماني الجوله دي هيتألق صلاح، هتبيع ماني وتشتري صلاح هيتألق ماني. طب ايه الحل؟ الحل يا جماعه عشان ماني وصلاح يرتاحوا نشتري ماني وصلاح، هيتألق فيرمينيو.